لو انت لعيب العاب قوه، جري، وثب عالي، نط حواجز، قرص، جله، تتمرن ازاي؟ يلا بينا. لازم تعرف ان كل لعبه من دول ليها نظام تمرينها الخاص في الجيم. تعال نبدا بالجري. اللعبه هنا لعبه نفس وفي نفس الوقت قوه تحمل العضله وقوه عضليه، عشان كده هننوع في تمارينها بين سترينث والانديورنس. سترينث قوه عضليه من 1 ل6 عدات وزن تقيل، انديورنس قوه تحمل العضله من 12 ل 25 عده. هنعمل اسبوع كده واسبوع كده. افضل نظام للتمرين هو الابر واللور، هينفعك جدا. هنستخدم طريقتين في الكارديو، هما الهيد كارديو انترفلز واللونج ديستنس كارديو. اما بقى بالنسبه للوثب العالي فدي محتاجه قوه عضليه كبيره، هنركز فيها على نظام السترينث من 1 ل6 عدات بوزن تقيل. طبعا معظم تماريننا في الجيم هتركز على الاكسبلوسيف باور، القوه الانفجاريه من السكون للحركه في صوره الحركات اللي هنعملها في الملعب. وطبعا مش هننسى نركز على عضلات الرجلين، دي اهم حاجه. بالنسبه لنظام الكارديو فافضل نظام هو الهيد كارديو انترفل، دي او دي. بالنسبه لافضل نظام تمرين في الجيم هو الابر واللو. بالنسبه لنط الحواجز فانت اللعبه هنا لعبه قوه عضليه وقوه تحمل عضلي وسرعه ونفس، عشان كده هنركز على السترينث والانديورنس والاكسبلوسيف باور والايروبيك باور. الكارديو هنا هيبقى هيد كارديو انترفلز، وهنركز في تمارين الاكسبلوسيف على الحركات اللي هنعملها في الملعب. افضل نظام للتمرين هو الابر واللور. بالنسبه للقرص والجل فده محتاج قوه عضليه وقوه تحمل عضله وضخامه عشان الاستابيليتي، ثباتك على الارض. انا شايف ان افضل نظام ليه هو برو سبليت او بوش بول ليجز. وطبعا ما تنساش تمارين الاكسبلوسيف. ما تنساش يحيى 15 برومو كود من ايفل.